ازيك؟ تفتكر ليه كريستيانو رونالدو بيحب يشرب الماتشا؟ وهل فعلا بتخسس ولا ترند؟ طب هي ايه الماتشا؟ الماتشا نوع خاص من الشاي الاخضر الياباني، لكن الفرق انك لما تشربها انك بتشرب الورقه نفسها بعد طحنها، وده بيخليها اغنى في الفايده واقوى في التركيز والطاقه. والماتشا بدات رحلتها في اليابان لما استخدمها راهبان الزن قبل جلسات التامل علشان تساعدهم على الهدوء والتركيز في نفس الوقت. يعني ببساطه الماتشا مش ترند، ده تاريخ وثقافه. طب الفرق بينها وبين الشاي الاخضر العادي ايه؟ الشاي الاخضر بتشرب ميته، لكن الماتشا بتشرب الورقه كلها، وده معناه كافيين اعلى ومضادات اكسده اقوى وتركيز اطول. طب ليه لونها اخضر فاقع؟ قبل الحصاد بيغطوا المزارع عن الشمس، فالنبات بينتج كلوروفيل اكتر اللي هي الصبغه الخضراء اللي موجوده في النباتات، فبتظهر النكهه واللون الاخضر المميز اللي عارفينها بيه. طب هل بتخسس فعلا؟ بتساعد على زياده الحرق بنسبه بسيطه وبتدي طاقه، لكن من غير نظام واكل وحركه مفيش اي نتائج سحريه. طب ايه درجات جوده الماتشا؟ الاول سيريمونيال، افخم واغلى واجمل في النكهه وده للشرب. التاني بريميوم، الافضل للاستخدام والشرب اليومي. التالت كوليناري، اقوى طعم وارخص سعر وده للطبخ وللحلويات كمان. وكمان من علامات الجوده للماتشا لون اخضر زهري، ملمس ناعم، رغوه بتظهر، ريحه عشبيه. الخلاصه الماتشا مش مجرد مشروب عادي، هي لحظه هدوء وثقافه وطاقه، جاي من مزارع كيوتو لحد الكوب اللي في ايدك دلوقتي. السؤال بقى، هتجربها ولا هتفضل من فريق القهوه؟ وبس كده. انا احمد ودي اروما، تابعني لو حابب تكون باريستا شاطر وتعرف اكتر عن القهوه ومجالاتها.